السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد طريقة تركيب السوستة العادية. طبعا في سوستة عادية وفي سوستة سحرية. دي السوستة العادية بيبقى جرارها ظاهر من على الوش كده اهوت. السوستة السحرية بتبقى بالعكس، تحسي ان الجرار مش باين فيها. اول حاجه لازم اعلم مكان السوسته، خصيصا ان انا هنا عامله جيبه صغيره. حتى انتم مكان ما تعلموا الجيبه الكبيره لازم تعلموا مكانها، بحيث ان انتوا عشان السوسته العاديه ليها عظمه فوق وليها عظمه تحت اهي، لازم اتلاشى وانا بخيطها مكانها اكون معلمه يكون فوق العظمه، عشان ما اجيش على العظمه وتكسر لي الابره بتاعت المكنه او الكروشيه بتاع المكنه. انا هنا اول حاجه هعلم مكانها، وملاحظين حاجه ان السوسته لون والخيط لون والقماش لون، ده عشان يبان معاكم في التصوير. اما انتم لا، السوسته تبقى نفس لون الجيبه نفس لون الخيط. خلاص، اول حاجه هنا هبتدي خياطه، هعمل الغرزه على واسع تبقى زي غرزه السراجه، وبعد كده هخيط لحد ما اوصل مكان ما انا علمت مكان السوسته اخر السوسته، وهنزل الابره الاول حاجه تحت، وبعد كده ارجع الغرزه تاني زي ما كانت، وهبدا انزل خياطه لحد اخر الجيبه من تحت، او لحد مكان الفتحه، ما لو الجيبه انا عامله فيها فتحه. خلاص، وبعد كده هشق الشقه دي لو انت بس عامله فتحه في الجيبه. لو انت مش عامله فتحه في الجيبه ما تعمليش الشق اللي انا عملته ده، انا عشان اريح مكان تركيب السوسته وما بين الفتحه، يعني افصل ما بين الفتحه وافصل ما بين فتحه في الجيبه ومكان السوسته. خلاص، انا عملت شق هنا، وبعد كده هبدا افك لحد فين؟ لحد العلامه اللي انا علمتها اللي هي السراجه المفتوحه. بس طبعا مش هفك قبل من ان انا افتحها على المكوه وافردها على المكوه. شفتي لما فكيت الغرزه هنا وانا اصلا كويها على المكوه، فمكان السوسته متعلم جاهز من غير ولا سرج ولا اعمل سراجه. خلاص، اول حاجه هحط السوسته وهحط دبوس في اخر السوسته من تحت. خلاص، علشان السوسته لا تطلع معايا ولا تنزل. عند فين؟ عند المكان العلامه اللي انا معلماها فوق العظمه بتاعه السوسته، واظبط الزياده بنطرها كلها لفوق. خلاص، يعني بعلم فوق العظمه ديت، تحت فوق العظمه مش تحتيها، واحط الدبوس بتاعي وابدا اشتغل اركب السوسته. ازاي بقى؟ ان الجنب ده يكون فوق الجرار بتاع السوسته. خلاص، يبقى مداريه. الطريقه دي بتداري جرار السوسته خالص، السوسته ما بتبقاش باينه. خلاص، بتداري الجرار بتبقى فوقيها، وابدا اخيط. ابدا اول حاجه فرماتوره صغيره من فوق، وهاخد الخياطه لحد ما اوصل لحد الدبوس ما انا معلمه. هخيط هنا اهو، ابتدينا طبعا بالفرماتوره، وهاخد الخياطه دغري 1 سنتي. انا بعرض ايه؟ بعرض الدواس. الخياطه بعرض الدواس هتعمل معايا 1 سنتي. انتي لسه مبتدئه ومش عارفه تحددي ال1 سنتي، علميه بالماركه ال1 سنتي وامشي عليه. خلاص، انا علمته ووصلت لحد اخر السوسته. ملفش الدواس بتاع السوسته الا لما تكون الابره ساقطه تحت، تكون الابره نازله تحت اهي. انا بعلمكم عند مكان قبل ما اوصل للعلامه دي. خلاص، وهبدا الف السوسته بعد ما الابره تكون ساقطه تحت، وهاخد معانا 4 غرز بالظبط. لسه مبتدئه ومش هتعرفي تجيبيهم، اعمليهم بايدك. 4 غرز يمين و4 غرز شمال. خلاص، او 5 غرز يمين او 5 غرز حسب ما بتيجي معاكي ال1 سنتي اللي انت عملتيه. هكذا عملتي 4 غرز يمين، يبقى هتعملي 4 غرز شمال. 5 يمين يبقى 5 شمال، وهبدا اطلع بال1 سنتي تاني لحد فوق. بصي بقى الحته من عند السوسته من فوق، كل حاجه جايه مع بعض. الطرف الجيبه من فوق من عند الوسط، الطرفين واصلين جنب بعض. الجنب التاني لازم يداري الجرار برضو، وانا بخيط ال1 سنتي بحطه فوق الجرار. بصي هنا السوسته كلها متداريه، لا فيها مشكله، كل السوسته متداريه خالص اهي، مدارياها. يعني انا حتى لو عامله سوسته مختلفه مش هتبان. والجزء اللي باين من فوق دوت انا بركب عليه القمر. وكده خلصت معانا السوسته. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.